ازيكم؟ النهاردة هنتكلم عن الاعتمادية. في البداية لحد أواخر السبعينات تقريبا ما كناش نعرف حاجة اسمها اعتمادية، لغاية لما ظهر تعريف مبسط ليها، وهي إنها مصطلح يستخدم لوصف حالة الأشخاص اللي حياتهم بتتأثر نتيجة ارتباطهم أو رعايتهم لشخص مدمن. الشخص الاعتمادي هو شخص بقى عنده نمط غير صحي للتعايش مع الحياة نتيجة تأثير علاقته بالمدمن اللي في حياته. وبعد شوية ظهر تعريف تاني، وهو إن الشخص الاعتمادي هو الشخص اللي بيخلي تصرفات الآخر تأثر عليه، وبيكون مهووس بالسيطرة على تصرفات الشخص التاني ده. كمان بيتقال إنه الشخص اللي بيرعى مريض في أسرته زي بنت بترعى أمها طريحة الفراش وقعدت من الشغل عشان ترعاها أو ما اتجوزتش. خصائص الاعتمادية: 1. الرعاية. الشخص ساعتها بيحس إنه مسؤول عن مشاعر واحتياجات الآخرين، وإنه لازم يساعدهم ويحل لهم مشاكلهم لو عندهم مشاكل. بيحس إنه لازم ينقذ أي حد في محيطه، بيحس بغضب شديد لو مساعدته ما كانتش فعالة. لما الناس ما تعملش معاه زي ما هو بيعمل معاهم بيحس بغضب وبمظلومية شديدة، وإنه الناس بتاعت مصلحتها. مش بيعرف يقول لأ خالص حتى لو عايز، مش بيعرف يقول غير وده بيضطره يعمل حاجات مش عايز يعملها ويشيل شغل أكبر من شغله، فبينكر احتياجاته دايما ويشوف إنها مش مهمة. بيحاول يسعد الناس حتى لو على حساب نفسه، عشان كده بيسموه people pleaser. بيلاقي نفسه في العطاء وبيحس بالذنب الشديد لو أخد حاجة من حد، عشان كده بينجذب للناس اللي عايزة تاخد بس. وده بيعرضه أكتر إنه يكون فريسة مناسبة للعلاقات السامة زي العلاقة مع نرجسي. بيحس إن حياته ملهاش معنى لو مفيش حد يساعده أو ينقذه. بيحس دايما إنه ضحية ومش متقدر أو بيتم استغلاله. 2. قلة الاستحقاق. الشخص اللي عنده اعتمادية غالبا بيجي من أسرة فيها مشاكل، وغالبا برضه بينكر ده وبيقول إن الدنيا تمام وإن طفولته كانت سعيدة. دايما بيلوم نفسه وعنده جلد ذات عالي جدا. مش بيعرف يتقبل المدح أو المجاملات، وفي الوقت نفسه بيكتئب لما مش بيسمع مدح مستمر. بيحس إنه مش كويس كفاية وإنه مختلف عن باقي الناس، ومش عارف يندمج كويس في أي محيط بيكون فيه. بيحس بالذنب لما يجيب حاجة لنفسه أو يصرف فلوس في حاجة ترفيهية زي خروجة أو القعدة في قهوة أو كافيه. حاسس دايما إنه مرفوض وبيشخصن الأمور. دايما حاسس بالفشل وإنه مش بيعرف يعمل حاجة صح وخايف يغلط، عشان كده متردد ومثالي جدا. على طول حاسس بالذنب والعار وإن حياته وحشة، عشان كده بيحب قوي يساعد الناس عشان ده بيديله استحقاق مزيف، وده بيخليه يحس إن الناس محتاجاه دايما. 3. التحكم. دايما عنده إحساس بالخوف من فقدان التحكم، عشان كده بيحاول دايما يسيطر على الأحداث والأشخاص بأي وسيلة، بالنصايح، بالتلاعب، بالسيطرة، باللي يقدر عليه. كل ده عشان يغطي على إحساسه بالخوف وانعدام القيمة، لأنه دايما حاسس إنه ولا حاجة، والسيطرة دي هتخليه يحس إنه ليه قيمة وإن وجوده مهم. 4. الإنكار. لأنه بينكر مشاعره ومشاكله، ده بيخليه يستخدم أي حاجة عشان تغطي على إحساس الألم اللي جواه، وده سبب أي ممارسة إدمانية بيقع فيها الشخص ده، زي إدمان العمل، الشوبينج، الأكل، والإباحية. 5. ضعف التواصل. التواصل عنده عبارة عن لوم، تهديد، كره، رجاء، رشوة، نصيحة، لكن إنه يقول هو فعلا عايز إيه وإنه فعلا يكون قاصد اللي بيقوله، هو أصلا مش عارف هو قصده إيه. ما بيعرفش يقول حاجة بصراحة أو هو عايز إيه بصراحة، لأنه بيخاف الناس تزعل منه، وده بيخليه يتجنب إنه يتكلم عن مشاكله أحسن يزعله، وده برضه بيخليه ما يعرفش يعبر عن مشاعره الحقيقية.
6. ضعف الحدود الشخصية، يعني مثلا لو في تصرف معين بيضايقه ما يقدرش يقول للشخص اللي بيضايقه إنه متضايق، إنما يسيب أي حد يجرحه وبعد كده يقول إيه ده، هو الناس وحشة كده ليه؟ وده عشان هو عايش دور الضحية. الحلقة دي ليها جزء تاني، ولو كل اللي فات ده عجبكم استنونا الحلقة الجاية.